مرحبا بكم في قناتي قناة دردشة مع ضحى. باش تخليوا القناة تكبر ادخلوا شاركوا فيها، اضغطوا على زر الاشعار باش يوصلكم كل ما هو جديد. اعملوا اللايك والبرتاج اذا كان كلامي يعجبكم ولا عجبكم. ادخلوا وعطيونا رايكم، ميسالش نقبلوا كل نقد. اما نقد يكون بناء اول حاجه، ونقد يكون معناتها مش متاع ما عندها ما تعمل عملت قناة في ندري شنو في نعرفوا كلام الناس هذايا، واللي يخليني تو باش نتكلم على كلام الناس وعلى تغيير كلام الناس. بالحق لينا الحق الناس غيرتنا برشا. الحق اللي تجي تقوله على حاجه يقولك بربي يحكي لي في الموضوع، بربي يحكي لي على الناس كيفاش بدت، بربي يحكي لي على الناس. ولادي شبيكم يا اخي؟ صحيح هي ناس تبدلت، اما تو نشوفوا علاش تبدلت. تألمت فتعلمت فتغيرت. شنو اللي ألمني وشنو اللي تعلمته وشنو تعلمت منه حتى غيرني. توقع من الناس لكل شيء وأي شيء في الدنيا هذه. بالحق شنية الدنيا شبيها ولات هكا، ناس تكذب على بعضها، ناس باردة وما عادش عندها إحساس، ناس ما عادش تعرف معنى الإخلاص، وناس عايشة معاك على خاطر مصلحتها كاو. على غالب الدنيا ولات هكا. بالحق وليت تستغرب من برشا حاجات اللي يخليك ساعات تعجز انك باش تتكلم. الواحد بالحق قاعد يستغرب كيفاش فما ناس كانت تتمثل علينا وعلي كانت تحبنا، قديش كنا على نياتنا وتبهلينا. ما تخليش في حياتك ناس تبدل وجودها كيما تبدل حوايجها، وحسب المصلحة بالطبيعة باش تتبدل، وحسب مواقفهم. وما تقعدش تعاتب فيك على خاطر تقعدش تعاتب في الناس اللي تتبدل، خاطر العتاب هو في حد ذاته شرف، ما يتعاتبش للناس الكل. صحيح بعض المواقف تألمنا، أما تعلمنا إنه إحنا قديش كنا على نياتنا أكثر من لازم زيادة، أكثر من اللي تتصوروه. برشا مواقف على غالب ظهر لنا حقيقة البشر. اللي يعمل عليك مزية توا كأنه ندرى شنو عمل عليك، كأنه حلك ثنية في الجنة، مش كأنه حلك ثنية في الجنة. اللي سهل لك حاجة في حياته كان مش هو، راك قعدت في الدار بارك. اللي استوسطت كانت واسطة لصاحبتها مثلا مش تاخذ راجل، ذلتها. تعرف معناتها ذلتها خاطر هي كانت واسطة، مش خذيت راجل، مش على خاطر خذيت توم كروز ولا براد بيت. ذلتها خاطر هي اللي كانت واسطة، وكان مش هي راهي قاعدة بايرة في دار بوها، اللي هي تنهار مع صاحبتها. نحكي على زوج صحاب، اللي هي تنهار مع صاحبتها تاكل وتشرب وترقد وكي كانت واسطة ولا كي يعجبها حد لصاحبتها ذلتها ألف ذلة. وعليش تبدلت وكيفاش وعليش وشبيه هذاك وشبيك. الحياة مش هكا، الناس مخيبها ولات. بالحق الراجل مثلا كي يتغشش هو مرته يجبد الخنار الكل، ولا هي كيف تجبد خنانير مش خنار. علاش هذا الكل؟ ما بالحق باللي باش نتكلم ما قيتش علاش كنا قبل محلينا، علاش كنا قبل
نتلموا، ما عندناش كلارير بونسي، ما عندناش مصلحة، وما عندناش نتلموا ولا خاطر نحبوا كل حاجة هذيك، ولا خاطر هذيك، ولا خاطر مصلحتي هذيك، ولا خاطر مصلحة بنتي، ولا خاطر مش يخدم لي ولدي، ولا خاطر. علاش الناس تبدلت؟ علاش ولا الواحد يتمنى يعيش في الخارج؟ علاش يحب يهرب من هالبلاد هذه قداش فيها القيل والقال والتقلقيل؟ علاش الناس ما تقعد ساعات زوز يقعدوا وكل واحد يهز شكاير ذنوب يمشي بيهم لدارو؟ علاش؟ خليو الناس تعيش في راحتها، خلي اللي يقعد واللي يمشي ريح السد كما يقولوها، الباب يفوت جمل قال المصري. علاش الدنيا خايبه هكا؟ ولا ترى شو قل لي شكون الصاحبه اللي تمشي تو بحذا صاحبتها كيما قالت لك نهار المراه؟ قالت لك امي كانت تمشي صاحبتها تقعد بثلاثة 4 ايام وبالجمعه وما تقولش قو وما تقولش فديت وما تقولش عييت، وتقول بالعكس كي كلموها تقول لهم خليوني نقعد. ترى شكون تو عايشك؟ سامحني، تي الاخت تفد منها اختها، تي الاخت تمشي بحذا خوها تفد مرت خوها تفد منها وتقول له فك عليا من اختك. اليوم تمشي بحذا بنتها ولا بحذا ولدها لازم نسيب يبدا تحت علاش هكا الدنيا؟ وتحبوا فيها البركه؟ بركه ايش؟ تياما بركه بجاه والديكم اما بركه. علاش الدنيا هكاك؟ علاش زوج صحاب يتبدلوا بعد 10 سنين مثلا؟ علاش؟ وحتى ساعه وحتى كان طلبوا واحده طلبت سماع طيح العشره الكل وتطيح كل شيء في الماء علاش الدنيا قصيره؟ راهي شفتوا الموت؟ نهارات نحل في الفيسبوك كل يوم موت الله اكبر الدنيا فيها الموت، لا تعرف عند المريض لا عند الصيح زاد عادي نورمال. يحبوا بعضكم شويه يا دين، يحبوا بعضكم شويه. شنو هذا؟ شنو الغل؟ شنو الحسد اللي ولا في الدنيا؟ قالوا لي ياسر تتكلم ببساطه مع الصديقه. بالحق الدنيا ولات خايبه، ما عادش واحد تحسوا ما عادش يحب يتكلم جمله. تحبوا الناس تحس ولات الناس تنافق في الناس. فما ناس عندها تقلب مزاجها وتقلب افعالها كيما قلبان الطاوله، يبداو غلطانين في حقك زيد ويطلعك غلط في كل شيء، ويكذب في كذبه ويصدق في الكذبه اللي قاعد يكذب فيها. اصلا يعيش دور الضحيه وياخذ موقف منك ويعملهم لك الكل بالعمل. تقعد انت باهت اصلا في تصرفاته وتحسك بالحق قريب، اللي تحس بروحك اللي انت بالحق غلط وهو بالعكس اللي هو الغلط، يخرجك بيدك على راسك اللي هو الغلط. علاش الدنيا هكا ولات؟ تعليه نعطيكم شويه نصائح. اللي يسكر الباب في وجهك ما عاش تحله، خليها المره الاخرى، ما عاش تخليه اصل وجوده في حياتك. اللي يغشك ويعمل روحه ملاك يزي، ما عادش تغشش عليه يزي. اكرم روحك وابعد عليه، عود روحك انك تشري راحة بالك وروحك قبل الناس الكل. الله أعلى أكبر هؤلاء، الله أعلى أكبر. أنا ما تغيرتش، أما أنا بعدت على كل اللي ما يعرفش قيمتي. هذا مو الصمت متاع رضا ولا صمت متاع عتاب، هذا نوع آخر من الصمت اسمه لكم حياتكم ولي حياتي. وصلنا للدرجة هذه اللي احنا قديش نفاق الحق، تلمون نافقوا في بعضنا حتى اللي ولينا بالحق نكروا حتى شمعنتها، حتى محبة شمعنتها حق. تحسنا بالحق الواحد يستغرب كيفاش فما ناس كانت تتمثل علينا واحنا كنا جبناء واغبياء واوفياء وما يستحقوش. الحق فما ناس ما تستحقش حتى ان احنا نتكلموا عليهم. كلامنا قال كلام ما يفهمكش ينقص من العمر. شفتوا الغربال كي يتعبى بالناس وكل واحد عنده غربال،
الغربال كي يتعبى بالناس اللي تعرفهم ويتعدى نهار بعد نهار ولا عام بعد عام، فما اللي يطيح من القلب، وفما اللي يطيح من الذاكرة، وفما اللي يطيح من العين بعد اللي ولا مش لازم. ويقعد هيك الغربال فيه كان الأصيل اللي هما يتعديوا على الصواب هكا. اهتم باللي يهتم بيك، يلزمك تتعايش مع فكرة انك قابل للترك وقابل للنسيان. في كل مرة تظن روحك اللي انت غالي عند حد، يبات ويصبح يقول لك اني قلقت منك وفديت منك وما عادش يلزمني وخنقتني فدتني. قداش من سنة وانت تخنق فيا اللي انت كنت موفرت له الدنيا الكل وحطيتها له ما بين يديه، اللي انت كنت تشوف الدنيا كل فيه. يقول لك خنقتني، تخنق فيا بعديش؟ شو ما قلتيش من الاول؟ بعديش خنقتك؟ بعديش حسيتها الخنقة هذية؟ بعد ما كل شيء توفر، بعد ما لقيت بديلة جيت وتقولي خنقتني وليت لقزة في حياتي. هذا اللي تو نعيشوا فيه راهو. الحياة باش تمشي بينا حبينا ولا كرهنا، ما فما شيء يقعد على حاله، ما فما حتى حد يستحق أكثر من حجمه. اهتم باللي يهتم بيك وابعد على اللي مشي عليك، وعامل الناس كيما يعاملوك وكهو. اللي قالك صباح الخير يقول له تحياتي، اللي قالك صباح الخير سكر الباب وراه. اعمل اللي يسعدك في حياتك. الحياة ما تعود ما ترجعش بينا التالي، كل حاجة تتغير والناس تتغير ويمشيوا ناس ويجيوا ناس أخرى، والحياة ما توقفش على حد ولا على حتى حاجة خسرتها ولا باش تخسرها ولا خسارتها. لا لا لا، ورد بالك كان على روحك انت، خاطر انت في الحكاية هذه مش تتضر كان انت. احنا ما نتغيرش من غير حتى سبب. اللي يرى انك تغيرت خليه يشوف روحه شنو عمل. يا اخي يكسروا فينا كل حاجه باهيه وبعد يقولون ايش بكم تغيرتوا. يا اخي باش يخرج على من بالحق يخرجوا كيما يقولوها من طينتك، يقولوك ايش بك تغيرت. يا اخي تشوف في راجلك تاخذ فيه امراه اخرى وانت تتغير ويقولوا لك ايش بك تغيرت. يا اخي تشوف في راجلك ماشي لمراه اخرى ويقولوا ايش بك تغيرت. يا اخي الراجل يشوف في مرته ولات كلمه يعطيها كلمه ترد عليه 10 ويا جبل ما يهدك ريح ويقولش بالدنيا تغيرت. يا اخي يشوف في صحاب 10 سنين وبعد تغيروا من اقل موقف ايش بيقولوا ايش بك تغيرت وش بك تتكلم هكا. يا اخي شبيكم؟ يا اخي فيقوا على رواحكم، فيقوا بالحق، فيقوا شويه على رواحكم. يا اخي نحبوا نراو المعوج ونسكتوا. احنا ما نجموش نصلحوه. ما تقولوش العباد بيها تغيرت، ما تغطيوش عين الشمس بالغربال. الحياة بالحق أصبحت مظاهر، والعباد ولات شايفة روحها ومنفوخة حتى من غير ما عندها شيء. خلي عادي اللي عنده، ما عادش تشوفوا هذاك ولد لامبروز وهي أرضي تهدي ما عليك يأدي. شكون ينجم يوصل له هذاك العبد؟ ما عادش. وإذا كان عادة تبدلت وتغيرت والعباد تبدلت عليك ويغيروك كي قفلة الصبات، عندهم عادي العباد عادي على الاخر. كيف يلقى حد خير منك مش يبدلك قفلة الصبات، ينحيك من الشعرة من العجين كيما يقولوا كي الشعرة من العجين. وتأكد انه ربي ما يبعدك
ما يبعد عنك حد كان على خاطرك انت باهي. اقرب من العبد اللي يهون عليك الدنيا، يهون عليك الدنيا، مش اللي تهون عليه ويسيبك على أقل حاجة. ما همش عبيد هذوما، سامحوني معناتها في الكلمة. فما 3 أنواع من البشرية خرجوا من حياتك: اللي هانت عليه العشرة طويلة، واللي استرخص مشاعرك اللي اعطيتهم له ما عرفش قيمتك، واللي يتلذذ في تعكير مزاجك ويحبطك في كل شيء. هذوما كيف تطردهم من حياتك ما تحزنش عليهم. وفما ناس كي تخرجوا من حياتك زيادة وتعاود ترجعهم يظنوا انك ضعيف مسكين، وانك بتنجمش تعيش من غيرهم، وانك مش تعمل خرطة وتموت. لا لا لا، بالعكس، في حين هي فرصة ليهم باش كيف تبعد عليهم مرة أخرى ما تزيدش تندم ولا تحس بندم اللي انت بالحق عطيتهم فرصة أخرى. ما هما ما كانوش يستحقوا الفرصة هذه. يزي ما حطيت فواصل في حياتك، حط نقطة وأرجع للسطر. يزي بالحق. بالحق فما كلام يذيع ولا ضاع. قد ما نحط ساعات نقاط مش من نضيعش في كلامي، أما بالحق يذيع. تعرف إن الشخص بالحق اللي يتغير ويولي ما يسكتش على حقه ويرد على كل اللي كان يضايق فيه وياخذ موقف يبعد عن الناس، هذا الشخص ما فماش ما أطيب منه كان. أما تعامله مع الناس الخايبة هي اللي خليته باش يتغير. طبيعي جدا في هالدنيا هذه إنه اللي قلبه باهي مش يتغير، وقلبه أبيض هو مع الأسف هو الإنسان اللي أكثر حزن في هالدنيا هذه. هو أكثر إنسان يتوسخ في العالم الكحل والقلوب الكحلة اللي وليت فينا. عيش كيما أنت ديما أبيض. فما ناس تشوف الألوان الكل إلا اللون الأبيض، على خاطر ما يعرفوش شنو معناتها نقاء القلوب وش معناتها قلوب بيضة. والمسخ كيف يعيش ما يعرفش كلمة نظافة، ما هيش موجودة في قاموسه هو. والطعنة اللي تجيك تكون ديما من أقرب الناس ليك، خليك واثق من هذه. فرد بالك. يقول فما مثل يقول كيف أصابتني رصاصة ما تقتلتش، أما تقتلت كيف ريت شكون اللي رمى عليا الرصاصة هذيك نخيب بها. فما 3 حاجات ريتها في الدنيا: الغدر والكذب ونكران الجميل. وفما 3 حاجات تعلمتها من هذه الدنيا: انك ما تعطيش ثقة في حد، وانك ما تتمسكش بحد، وانك ما تحزنش على حد. هذيك هي الحياة. ما يكونش همك في الدنيا هذه كان مدحتك للناس ولا ذمتك. كون صادق مع نفسك وأكهو. كون كيما انت أبيض مش مسخ كيفهم. ما تخافش اللي ظلمك باش يجي نهار ويتظلم بنفس المقدار، واللي يخدعك باش يجي نهار حد يخدعه بنفس الطريقة. وربي ما يخلي حق المظلوم يمهل ولا يهمل. من أبكى الناس ظلما أبكاه الله ذلا وقهرا. رد بالكم من ظلم العباد ومن كسر خواطر العباد. الخواطر ليست عظاما تجبر، بل هي أرواح تقهر. ردوا بالكم في الوقت هذيا. قد ما تكون بعيد قد ما تكون عزيز. هذاك البشر ما يعرفوا قيمتك كان كي تبعد. أقدارنا مكتوبة، خلينا نعيش بهدوء. الدنيا راهي الدور، والمشاهد ستعاد، والأدوار تتبدل، وكل ساق سيسقى بما سقى. صالحوا يا عباد، ما تعرفش الليلة تبات تقوم ولا ما تقومش.
واللي تجاهل كل حاجة تقلقك. أيامك ما تتعوضش. عيش عفويتك وخلي الناس يظنوا فيك كيما يحبوا انتي، كيما يحبوا هما بلوتو. انتي عندك أجر وهم عندهم ذنب. اللي يظنوا فيه خلي يظن، خلي يتكلموا كيما يحبوه، خليه يستنشوا كيما يحبوهم. يا ولدي تقولهمش أبيض، لا يقول لك كان أكحل. يا ولدي أكحل به، خليه أكحل تو يفرحوا. هذيك هما العباد. راه وليت زايد الكلام معهم، زايد أكثر. زوز عبارات تردحك في هالدنيا بعد، ولو انه ما فما شيء يردح في هالدنيا، اما بالحق فما هو كلام ربي هو اللي يردح، وظنك في ربي اللي باش يرجعلك حقك هو اللي يردحك. ما احزن الله عبدا الا باش يسعده، وما ابتلاه الا على خاطر يحبه. قولوا ديما الحمد لله. ماكش ملزوم باش تسعد الناس الكل، اما ما تحاولش تأذي حد. ما تخلقناش باش نرضيو الناس، تخلقنا باش نرضيو رب الناس. والعين اللي تستصغرك عميها كما يقولوا، عاش تغزر لها. ونصيحة الأخيرة، كونوا صادقين مع بعضكم. الكذب شوه برشا حاجات وكسر برشا حاجات ما تنجمش ترجع. خلي ديما ثقتك في ربي قوية. إذا أحبك الله أعزك، نصرك، أيدك، استجاب لدعائك. فاللهم حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. آمين يا رب العالمين. تحياتي.